بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكو. قبل ما أتكلم رجاء عمل اشتراك. أنا بصور فيديو جديد طبعا لمتعة المشاهدة. قبل كده ماشي كنت سجلت فيديو واتكلمت فيه عن اللي هو زيادة وزن الحمام. طبعا اتكلمت في فيديو سابق قبل كده زيادة حجم الحمام عن طريق فيتامين بيطري اللي هو فيتامين ألف ب ه د 3 وده طبعا اتكلمت عنه في فيديو، ودي بيزود وزن الحمام. وانا النهارده نزلت فيديو واتكلمت عن اللي هو الفلاجيل. بعطي اللي هو الفلاجيل 500، بقسم القرص الى 4 أجزاء يعني ربع. بعطي الحمام اللي هو عمره 15 يوم اللي هو بيبدأ ريش يطلع فيه، وطبعا بيكون لسه مزغبب لسه، وده بعطيه ربع قرص لمدة 3 أيام. طبعا الفلاجيل مطهر معوي وبيقتل البكتيريا النافعة. فأنا بعد ما بخلص الجرعة 3 أيام بدي راس بشري اللي هي الخميرة، راس خميرة. طبعا بقى اللي هو عمر 15 يوم بعطي ربع بس في بق الحمام مباشرة، ودي جرعة انتهت. ولما في جرعة تانية بديها للطير لما بيكبر بيوصل لعمر الفطام. وطبعا عمر الفطام تمام كده، عمر اللي هو سن الفطام بعطيه نص ربع قرص. طبعا جرعة تانية ربع قرص هو فلاجيل. وبعد ما انتهي من الربع قرص دي لمدة 3 أيام ببدأ أعطي الحمام اللي هو إيه، عشان ده في سن الفطام يعني على الذبيح. بعطي الحمام نص قرص اللي هو الخميرة تمام كده، وده لمدة 3 أيام. أظهر بقى أنا لمدة 3 أيام، وبكده أنا بكون خلصت الجرعة. ودي بتبقى تاني الجرعة. وأنا طبعا بصور كده تصوير للحمام عشان متعة المشاهدة. أقرب لكم الحمام شوية تمام كده. وكده أنا وصلت لنهاية الفيديو. الرجاء منكم عمل اشتراك، وأشكركم ومع السلامة.